كونيتشوا ميناسان، اهلا بيكم في فيديو جديد. طلبات كتيرة جدا، مش عارفين نسجل في موقع بوس، مش عارفين نسجل في موقع بوس. انا مش عارفة حل، مش لاقي حل حقيقي. حاولت ان اسجل بيه على الموبايل وعلى البي سي زي ما صورت ليكم، ودي الطريقة فعلا اللي سجلت معايا. فسواء انت معاك فيسبوك او معاك ايميل تقدر انك تسجل بيه، مفيش مشكلة. طيب عشان نحل الصراع الكبير ده هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه؟ انا حملت كل السكنات المجانية اللي من غير فلوس، حملتها عندي على الجهاز. هوريها لكم، هناخد جولة في الفيديو ده. عندنا اي حد يعوز اي سكن منهم يبعت لي على الايميل وانا ابعته له، ابعت له الفولدر بتاعه على طول، وبقى كده حلينا المشكله. انتوا محتاجين موقع بوس ليه؟ مش عشان تحملوا السكنات وشخصيه الانمي، هبعت لكم الفولدر بتاعها بس كده، يبقى احنا حلينا المشكله. مش مهم تسجلوا لحد ما يبقى ايه الموضوع يمشي وربنا يفرجها وتقدروا تحملوا في المستقبل. يعني هو ده الحل الموجود عندي حاليا. فخلينا نبص على اول شخصيه عندنا، اللي هي الشخصيه اللي لونها اخضر دي. طبعا دي كلها 2D، يعني شخصيات 2D. دي شخصيه ميكوتشان احنا كنا بنستخدمها في الاول، بس انا ما استخدمتهاش، متحمله عندي، واللي يحتاجها هبعتها له مباشره. التحذيرات اللي موجودة عنها دي عادية، ممكن انك تقرأها وتبقى تبص عليها وتبقى تحط لها الحاجات بتاعتك. خلينا نرجع ورا. دي اول شخصية عندنا، اللي هي الشخصية اللي لونها اخضر دي. عندنا ايه تانية؟ عندنا الشخصية دي برضو، دي كويسة. دي بتشتغل على الموبايلات الضعيفة برضو، هي وميكو تشان، او هي الشخصية الخضراء اللي فاتت دي برضو بتشتغل على الموبايلات الضعيفة. عشان في ناس اشتكت وقالت ان هي بعد ما بتسطب اللعبة او بعد ما بتفك ضغطها الكاركتر جوه جوه التطبيق، التطبيق بيقوم مهنج، بيقوم قافل فجأة، فتحس انك موبايلك اتهكر. لا، ما تهكرش ولا حاجة، الكاركتر تقيلة على الموبايل. فالشخصية اللي فاتت الخضراء والشخصية دي مش تقال على الموبايل، هيشتغلوا عندك. انا موبايلي ضعيف اضعف منكم كلكم وشغالة عليه، فدي الكاركتر دي كويسة جدا. يبقى دي اللي فاتت اهي، ودي التانية. طيب تعالوا التالتة اللي لونها احمر دي. اللي لونها احمر دي ما اشتغلتش عندي، دي تقيلة جدا، دي فيها حاجات كتيرة. فاللي عايزها يكون موبايل قوي بقى، مساحتها مش كبيرة، ودي الخواص بتاعتها. تمام كده، يبقى دي الشخصية رقم 3 معانا. طيب الشخصية رقم 4 اللي هي الشخصية دي برضو كذلك شغالة على الموبايل، مفيش فيها مشكلة، مش بتهنج. انا بتكلم بالنسبه لي، ودي الكاركتر بتاعتي اهي، دي كده صورتها. اللي محتاجها يبعت لي ويقول لي عايز دي على الايميل. يبقى دي الشخصيه رقم كام؟ 4. طيب دي الشخصيه رقم 5 اللي هي شبه القندس ده، ولا مش عارفه اللي هو ايه برضو. دي الكاركتر بتاعتها مجانيه، البلاف بتاعها خفيف خالص، هبعته لكم اللي محتاج. يبقى دي الشخصيه رقم كام؟ 5. ندخل على الشخصيه رقم 6. هي شخصيه ولادي شويه، شبه اللي هم الفيري، اللي هم اللي بنسموهم ايه، الجنيات بمعنى اصح، من ودنه كده. فهي شخصية 2D تنفع للأولاد. اللي عايزة أبعتها له، مساحتها 12 ميجا تقريبا، بقول زومبي، هي شخصية زومبي كمان. فاللي حاببها يبعت لي. بدي الشخصية رقم كام؟ رقم 6. الشخصية رقم 7 هي الشخصية دي، لو حد محتاجها اهو، ده شكل الشخصية بعين وعين، وتقريبا في ملابس نازلة معاها كمان، وفي كمان رياكشنات معاها. الملف بتاعها اكبر شويه، 25 ميجا. اللي عايزها يطلبها. يبقى دي الشخصيه رقم كام؟ 7. كل واحد يقول لي رقم الشخصيه وانا ابعتها له على طول. دي الشخصيه رقم 8. تحس ان هي مظلمه قوي ومكتئبه كده ومفيش عينين ليها اصلا، فهي مغميه عينيها. فلو حد حابب حاجه زي دي يبعت لي الشخصيه رقم 8، ابعت له الملف بتاعها. عندنا ايه بعد كده؟ عندنا الشخصيه دي. الشخصية دي أنا شفت ناس كتير قوي مستخدماها، ولكن هي شكلها كيوت يعني. هي دي الكاركتر بتاعتنا، اللي حاببها يبعت لي. الشخصية دي رقمها كام؟ 9. تعالوا على آخر شخصية عندنا، اللي هي الشخصية رقم 10. هي شبهها شوية. دي الشخصية رقم 10، كيوتة برضو. اللي عايزها كذلك يبعت لي، يقول لي عايز الشخصية رقم 10. طيب خلينا ندور على شخصيات تانية كمان، جايز حاجة تصير في دور حد تاني. ندور على أي شخصيات مجانية تانية. خلينا ندخل جوه واحدة منهم وندور على حاجة تانية مجانية. أول ما نلاقي حاجة مجانية وكويسة 2D هقوم قايل لكم الرقم بتاعها. احنا وقفنا عند رقم كام؟ 10. خلينا ندور تحت عن حاجة جديدة. الشخصية دي اللي هو شبه بتاع البوكيمون، دي برضو ممكن نسميها رقم 11 لو حد عايزها.
شخصية 2D ابعت له الملف بتاعها. عندنا ايه تاني؟ عندنا الشخصية دي برضو شبه الشخصيات بتوع المنهو الصينية. نسمي الشخصية دي رقم 12 اهي، ده الشكل بتاعها رقم 12، بس ممكن تكون تقيلة شوية لان مساحتها شايفين كام؟ 71 ميجا، فاعتقد مش هتبقى ملائمة لحد موبايله ضعيف. يبقى دي الشخصية رقم كام؟ 12. طيب ممكن عندنا شخصيات ايه كمان؟ شخصيات مجانية. عندنا دي احنا كنا اتكلمنا عن دي قبل كده، نسمي دي الشخصية رقم 13. دي كويسة وشغالة عندي برضو، مفيش فيها مشكلة، كويسة للأجهزة الضعيفة نوعا ما. اهي يبقى دي الشخصية رقم كام؟ 13. اللي عايزها يبعت لي. تمام كده. لسه فينا شخصيات مجانية ممكن نتكلم عليها. ممكن لو احنا دخلنا بقى جوه كل واحده منهم، صح، في كام شخصيه مجانيه وخلينا نتكلم عليهم. اول واحده انيا تشان، بس انيا تشان تقيله على الموبايل مش هتمشي معاك، 84 ميجا، وطبعا عليها حقوق طبع ونشر. انت هيجيلك حقوق طبع ونشر من الشركه اللي عامله الانمي ذات نفسه، يعني انت مش هيجيلك من حد، انت هتيجي تخبط في الانمي مباشره، فهيلقطوك على طول. بس لو انت حاببها انك تلعب بيها مفيش مشكله، يعني تكون حاجه كويسه. طيب ده كده انيا تشان. خلينا ندور في كاركتر هنا برضو تمشي للاولاد شويه، بس هي كيوتة بزياده اهو. الشخصيه دي والله ممكن تكون بنت، بس انا حاسه ان هما كانهم شخصين في نفس اللعبه. هما فعلا كذا واحد، هي بنت وتقريبا بتشال شعرها، بتشال الاكستنشن بتاعها من ورا فبتبقى ولد. في هنا ده المشروع كله على بعضه، وده تمثال الرأس، وده الصورة جاية معاها بالملحقات بتاعتها، يعني جاية بالحاجات الزي بتاعها والحاجات بتاعها عشان تبقى تضاف. اللي محتاج برضو حاجة زي دي يبعت لي، كله مجاني. سمينا الشخصية اللي فاتت دي رقم كام؟ ممكن نسميها رقم لو قلنا ان دي اللي فاتت كانت 13، اني 14، الولد ده 15، وندخل على دي الشخصية دي 16. الشخصية دي رقم 16 اللي هي دي حلوة، شغالة على الأجهزة الضعيفة، مفيش مشكلة فيها، اللي عايزها يبقى دي رقم 16. عندنا ايه تاني؟ عندنا ده شخصية شبابي، نسميها رقم 17، اللي هو ده شبابي وشكلها حلوة جدا، يعني للأولاد أكتر رقم 17. بعد كده الشخصية رقم 18 اللي هي الشخصية دي، اللي حابب برضو شخصية زي دي رقم 18، في نازل فيديو عنها اهو، رقم 18 فري موديل. تمام. بعد كده الشخصية رقم 19، شوف احنا جبنا لكم كام شخصية لحد الآن اهي. الشخصية رقم، لا دي مش تبعنا، دي مش تبعنا، مش هنعتبرها دي لأن دي نازلة بفلوس، أو في تقريبا لا صح، ده في منها فري اهو، في منها حاجة فري، خلاص يبقى دي الشخصية دي رقم 19 معانا. اللي محتاجها برضو يبعت لي، دي رقم 19، في منها نسخة فري هو اللي عايزها. تمام. طيب يبقى كده دي 19. اخر حاجه معانا الشخصيه رقم 20، طبعا في شخصيات اوريدي اكتر من كده بكتير، بس هنوقف على كده. اللي هي الشخصيه البنوته دي برضو شغاله على الاجهزه الضعيفه، مفيش فيها مشكله. دي رقم 20 معانا. فوريكا تمام معانا، شغاله، عندها رياكشنات كتيره. ودي الشخصيه رقم 20. يبقى احنا الفيديو ده معانا 20 شخصيه، ومتاكده ان في اكتر من كده بكتير، بس هنكتفي بهذا القدر لهذا الموضوع. في الشخصية دي ممكن نفتحهم من بره حتى على الأقل 21، 22، 23، 24، 25. أنا بوريكم من بره بس، لو لقيت حاجة تانية من غير فلوس هقولكوا عليها، لكن مش هفتح. احنا وقفنا عند كام؟ 25. ماشي خلاص كده، ما عادش فيه حاجات من غير فلوس هنا في الصفحة دي. يبقى كده وقفنا عند كام؟ 25 شخصيه، اللي هي الشخصيه الكئيبه دي. فاحنا كده دي معظم السكنات اللي احنا كنا اصلا بنعمل بيها فيديوهات. يبقى احنا كده حلينا المشكله، ما عادش حد عنده مشكله بقى يقول لي مش بيسجل او مش بيسجل. مش مهم تسجل، ابعت لي انت عايز اي شخصيه من ال 25 كاركتر اللي احنا عرضناهم، وانا هبعت لك الملف بتاعها. وبالتوفيق، سايونارا.